ليه التمرين زمان كان بيعمل عضلات اكتر من دلوقتي؟ الكلام ده مش معناه خالص اني ضد الساينس بيزد، بالعكس انا بتمرن دلوقتي فول بودي بلو فوليوم وهاي انتنسيتي مع اني بنشف. بس كلامي ده جاي من إن ناس كتير جدا متلخبطه ومش فاهمه الابحاث والانظمه الجديده في التمرين. ده بسبب بسيط خالص، لانهم بيعملوا سكيب او بينطوا الاساسيات. زمان لما كنا نخش الجيم كان المدرب من دول يعلمك التكنيك بالملي، بعد كده ينفخك في التمرين هاي فوليوم هاي انتنسيتي وشده مستمره. فاللي كان بيحصل ان انت كنت بتعلم على كل صناديق الصح وبرضه الغلط، لانك برضه بتستمر في شده عاليه لمده طويله. بس نتيجه لانك بتعلم على كل الصناديق الصح، فكان الشاب من دول يخش تحت ايد المدرب من 3 او 6 شهور، ممكن بعد كده تدخله فئه الفيزيك. وانا كنت من الناس المحظوظه اللي عدت على مدربين الاولد سكول. علشان كده لما دخلت الجيش لمده سنه وجسمي باظ خالص، بعد ما خلصت جيش في 4 شهور بس اتمرنت بنظام الفول بادي لو فوليوم هاي انتنسيتي، وتحولت بجسمي من كده لكده. بس كل ده عشان انا كنت متعلم الاساسيات من حيث الاداء الصح للتمرين وتقييم شده المجموعه. خلاصه قبل ما تتعلم العزل وايه اكتر تمرين هيعمل لك ثبات عشان تستهدف العضله، والكابل احسن ولا الاوزان الحره، دي كلها مراحل متقدمه. خش اتعلم الاساسيات وشده التمرين والتدرج في الاحمال. كل كفايتك من البروتين والكربوهيدرات يتحسن من ادائك في التمرين. ما تنامش اقل من 6 ساعات، ولما تبني عضلات ابدا بعد كده اتعلم التفاصيل الصغيره.